الماضيه ولمست اليد الماضيه. على العموم كره مره اخرى يتمنوا مساله التحكيم ما نطرقوش لها منذ الان، على اعتبار انه النسق ديال المباراه واللاعبين ديال الوداد يبقاو مركزين اكثر. كره من جديد لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. الجانب ديال هذا اسامه مدرب، اسامه كيحاول يمرض عنده الكره كتمشي اخر مقام الى خارج الخارج الجهه اليسرى، انطلق في الكره ديالو اختار الزاويه بعيده، الكره مشات مباشره الى خارج الخط الخلفي ديال الملعب. الذكاء ديال اللاعب بوسفيان كان واضح في النقطه الماضيه. نشوفوا الكره الثالثه، شوف هذه الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، حتى على متمم العمليه مشات الكره على مستوى الخط الامامي، رجعت مره اخرى الى خارج الخط. الانطلاقه الان من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. جمال حركاس تغيير كلي جهه اليسرى، انطلاقه بهذا الشكل من الجهه اليسرى. بوسفيان يستفيد بوسفيان من هذه الكره، دخول داخل منطقه الجزاء ممكن، المراوغه ديال جوج ديال اللاعبين، دخول ممتاز. بوسفيان كيواصل التمريره في اتجاه ونجم كينزل الكره ديالو كيرجع للخلف لأحناش. الكره ديالو مشات بعيده مع الشيء، الكره خط وسط من جديد الوداد، بدايه لبناء عمليه هجوميه بهذا الشكل. الشرقي البحري كينزل الكره ديالو بكل هدوء كيرجع للخلف. احناش كينطلق بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء، البحث عن متمم العمليه، ولكن التغطيه كترجع مره اخرى بالدفاع ديال فريق الترجي. حكم كيقول وصل للعب. جبران كيرفع الكره ديالو في اتجاه بوسفيان، الجهه اليسرى نشيطه. بوسفيان لاعب نشيط. هنا كنشوفوا يحيى عطيه الله، احناش، جبران كيرفع كره داخل منطقه الجزاء راسيه مرة أخرى، كتخرج الكرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. جبران 25 دقيقة ينكمش هذه عملية هجومية جهة اليمنى. العملود كيرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء الراسية، محاولة أخرى للشرقي البحري، كأني بإحدى الفرص إحدى الكرات الاستثمار على مستوى الشق الهجومي وتسجيل الهدف الأول. وخاصة الامكانيه ديال الاستفاده من هذه الكرات من جانب الشرقي البحري. دور القاده ديالو مهم، ولكن لحد الساعه الشرقي البحري اللمسات ديالو كتمر بالمحاذاه من المرمى. عطيت الله منتربطات الصغيره، حركاس، جبران كيرفع كره اماميه، انزال بالصدر وازاحه الخطر من جانب الدفاع. الوداد يضغط، الترجي ينكمش دفاعيا. كرة ملعوبة من جانب العملود، رجعت من امين ابو الفتح لاحناش، كيرفع الكرة ديالو في الخط الامامي، وهنالك تغطية دفاعية، كرة ما خرجتش. الكرة ديالو المراوغة والمرور، كيختار المراوغة اتجاه من العملود، تمريرة جانبية، كرة عالية ولكن ما كملاتش، مشات تاخدين على معترك ديال فريق الترجي كلهم مكمشين على مستوى الخط الدفاعي، خطه دفاعيه 100%، يعتمدون فقط على المرتدات. مره اخرى كره مباشره ما خرجاتش. امين ابو الفتح ينطلق في خط وسط الشرقي. كره الوداد يواصل البحث في الشق الهجومي من جبران، يلعب كرة أمامية لم تمر. بوقرة يلعب كرة يرجع للخلف، كان أسامة فرج، ضاعت أسامة، هجمة مرتدة ضد احناش، ينطلق بناء عملية هجومية، كرة أمامية في اتجاه الشرقي البحري. يمر الشرقي، يحاول يمر الحكم المساعد اليسرى، الانطلاقه من جانب بوغرا، حاول يرفع عليه الكره، ابعاد الخطوره مهم، والكره بين يدي الحارس يوسف. فرصه تمريره راسيه، هدف محقق يضيع. العملود كان بامكان الانطلاقه الهجوميه في الخط الامامي لوحده، مشى بهذا الشكل هذا، رفع العين ديالو كيقوم بالتمريره في المقاس الراسيه. لاعب العملود كان بامكان بقليل من الحظ انه يأثرها في المرمى، من احسن المحاولات لحد الساعه.
38 دقيقة. أبو سفيان كيطرد بالكرة ديالو كيهيئ نفسه تصويبة فوق المرمى. أمين أبو الفتح نشوفوا لها تصويبة، محاولة مستمرة متواصلة ومباشرة في الزاوية. واحدة من الفرص الأولى، نعم 11 واحدا لاعب أنجم نفذت هذه الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية ومباشرة صوب الحارس. ضاعت له، تعود من أنجم، تغطية من جانب أمين أبو الفتح، تلعب هذه الكرة أمامية. قراءة بوسوفيا كانت سليمة ولكن لم يتمكن من صياغة الكرة واستلامها في التوقيت المناسب. عملية هجومية، إبعاد هذه الكرة مطلوب والتغطية الدفاعية. رجعت الكرة مرة أخرى من فرج، رأسية ممتاز الحارس المطيع، ممتاز الحارس مطيع. كرة ملعوبة في الخط الأمامي، تصدي ممتاز من المطيع الذي يقوم بتقدير سليم وبمتابعة دقيقة. تمرير ربما كيرجع الكرة ديالو للخلف، كيمرر كرة ليحيى عطيطلة، جبران كيحافظ على الكرة ديالو، ونجم العملود، جبران تغيير كل اتجاه. بوسوفيان كرة رأسية تعود فقط كرة تنفذ من جانب الترجي على مستوى الخط الأمامي. مرور إلى مستودع الملابس، هل يأتي هدف للوداد؟ كرة في الزاوية، يحيى عطيطلة يساعد، كيرفع كرة ديالو داخل منطقة الجزاء. محاولة كترجع لعناصر فريق الترجي في هجمة مرتدة، ولكن هنالك تواجد جيد للدفاع. رجعت أمين أبو الفتح، اعتقد ضرب يسقط على أرضية الملعب، نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. في الوقت اللي كنشوفوا هنا الانطلاقة حكاس. كرة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي، نتابعوا هذه الكرة رأسية، محاولة ديال الاستثمار هذه الكرة من أنجم. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم المصري عمر أمين على نهاية تفاصيل الشوط الأول.